السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ ان شاء الله النهارده هكمل شرح البلجن الواي كيو. هنشرح النهارده القايمه بتاع الاركتكتشر سيمبل. بس اول حاجه عشان قبل ما نبدا في الشرح زي ما اتفقنا ان احنا بنظبط اول حاجه اليونت، تاني حاجه بنظبطها السكيل. اليونت بنظبطها منين؟ بنضغط على التاب فوق اللي هي القايمه بتاع الواي كيو من سيستم سيت اب، بننزل تحت كده لحد ما نلاقي حاجه اسمها ايه سيت ديفولت يونتس. تمام. انا بشتغل دايما بوحدة المتر، فانا بضغط الام. اوكي. تاني حاجة بظبطها تاني قلنا اول حاجة اليونت، تاني حاجة بظبطها السكيل. هنزل تحت لحد ما نلاقي ست سكيل، هضغط عليه. لما انا بشتغل لما بنشتغل بوحدة المتر السكيل المناسب بيكون 1/1/10. اوكي. تمام. نبدأ بقى شرح القايمة اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة، اللي هي قائمة الاركتكتشر سيمبل. نضغط اول حاجة، بس الصورة دي بتوضح كل الاوامر اللي موجودة في القايمة اللي احنا ان شاء الله هنشرحها النهاردة. تمام. فاحنا لو نزلنا على القايمة تاني كده، الاركتكتشر سيمبل اول حاجة اسمها، اول امر اسمه ايه؟ الرينج اكسس سيمبل. دايما اختصار الامر بيبقى مكتوب جنب الامر بتاعه، يعني اختصار الامر ده AZH لو حد عايز يشتغل بالاختصارات. طيب الامر ده مختص بايه؟ بالاكسس. عشان استخدمه لازم اكون انا راسمه اكسس الاول. طيب نرسم اكسس منين؟ زي ما شرحنا قبل كده، الاكسس بنرسمه من قائمه البلان وول كولم، من درو اكسس لاين. لو ضغطت عليه كده مثلا كنت راسمه اكسس اهوت، مثلا نرسم طول الخط 5 عشان بس نجيب الخط قدامنا. زد انتر، اي انتر. تمام. تاني زد انتر، اي انتر. ونعمل شوية مجموعة اكسس كده، مثلا اهو ناخد على بعد كده. ممكن ناخد تاني، ممكن نشغل الامر بقى تاني، نرجع للامر من الواي كيو. الامر اللي هو arrange access symbol ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل الدايمنشن وبيسمي الاكسس بطريقه سريعه جدا، عن طريق ان انا اعمل سيلكت على الاكسس وهو يعمل كل حاجه لوحده. اعمل سيلكت على الاكس اهو، تمام، واعمل انتر. ايه اللي حصل؟ عمل تسميه للمحاور وعمل الدايمنشن بطريقه سريعه جدا. يبقى اول امر معانا مختص بحاجه زي كده. طيب الامر التاني لازم برضو اكون رسمة اكس، بس هنشوف اهو درو اكسس سيمبل ده بيعمل ايه. ده زيه زي الامر اللي قبله، بس ده بيرسم الاكس واحد واحد، يعني نضغط على اكس والاكس اللي بعده والاكس اللي بعده، يبقى هو جزء من الامر اللي قبل كده. يعني لازم اكون، يعني مثلا اهو الاكس، هناخد تاني الاكسس دي كوبي كده ونروح تاني للامر. الامر اهو هنضغط ايه؟ اول اكس معانا اكسس، تمام. ادي اول حاجه بنقول هنسميه ايه، نبدا التسميه مثلا بالسيمبل ايه. لو انا ضغطت اول سيمبل، تاني البي اضغط انتر، التالت هسميه سي. اللي حصل سمى الاكسس A B C وعمل الدايمنشن بتاعها. يبقى الامر الاولاني يسمي المحاور ويعمل الدايمنشن بطريقه سريعه جدا عن طريق ان انا بختار المحاور مره واحده. الامر التاني بيضغط ايه؟ محور وبيسمي على حسب الاسم اللي انا عايزاه، تمام، ويعمل الدايمنشن. طيب لو جينا شفنا الامر اللي بعد كده بيعمل ايه، مختص بايه؟ جيوديزيك كوردينيت. بيعمل الكوردينيت بتاع النقطه، اللي هو يعني ايه كوردينيت؟ مناسيب النقطه. طيب لو انا مثلا راسمه امر بوينت بي او، عشان ارسم امر بوينت كده احط نقطه، مثلا لو انا عايزه اظهرها من فورمات، ده من الكاد العادي بقى بوينت ستايل، مثلا ده هخلي منظر النقطه بتاعي. بختار الامر التاني عشان اخلي حجم النقطه ثابت، والسايز بتاع النقطه هخليه 2/10. اعمل اوكي كده، النقطه ظهرت معايا. طيب الامر، هنرجع للامر تاني. الامر كان اسمه الكوردينيت جيوديسك، تمام. هضغط على الامر كده واضغط على النقطه. ايه اللي حصل؟ الحصل ان هو جاب الاحداثي بتاع اكس وواي بتاع النقطه، الايه اللي هو الاكس والبي اللي هو الواي. بالنسبه لمين؟ بالنسبه للصفر والصفر اللي متنسب له الكاد. يعني النقطه دي التنسيب بتاعها الرقم ده بالنسبه للصفر والصفر بتاع الكاد. طيب لو انا عايزه كنت اصلا نقله النقطه دي للصفر والصفر عشان ااكد الامر تاني، يعني مثلا اهو موف، وهنقل الرسمه دي كلها كده من النقطه دي للزيرو وزيرو وزيرو. انتر، زد انتر، اي انتر عشان اظهر الرسمه قدامي. يبقى الامر النقطه دلوقتي معموله فين؟ منقوله في الصفر والصفر بتاع الكاد. وهروح للامر تاني اختصار الامر زد بي. لو انا عايزه اشتغل بالاختصارات هضغط على النقطه كده واعمل بره، هلاقي الايه؟ الاكس الواي بتاع النقطه بقى 0 و0. ليه؟ لان انا نقلت النقطه في المحور الصفر والصفر بتاع الكاد. طيب الامر اللي بعد كده بيعمل ايه؟
الامر اللي بعد كده ديزاين ذا اليفيشن، ده مهم جدا وبنحتاجه لما بنكون راسمين سيكشن او اليفيشن، الواجهه بتاعنا بتاع اي مبنى، وعايزين نجيب المناسيب بتاعها بطريقه سريعه جدا واوتوماتيك. ده بيعمل الامر ده بيعمل حاجه زي كده، اختصار الامر بي جي. طيب نشوف الامر بيشتغل ازاي. مثلا لو انا عندي هرسم اهو مثلا الطابق الاول، الطابق التاني على ارتفاع مثلا 4، تمام. نمسح بس الحاجه دي وانتر، نخليها مثلا الطوابق اللي بعدها 3. يبقى انا عندي ايه، فرضا ان ده ارتفاع الطوابق، اختصار الامر قلنا ان هو ايه، بي جي، تمام. هلاقي بيعمل ايه، بيحط المنسوب بتاع النقطه. طب انا عايزه ابدا المنسوب هنا بالزيرو لان ده الطابق الاولاني، هعمل ايه، هضغط من الكيبورد حرف الاو، تمام، واعمل اضغط على اي نقطه كده. ايه اللي حصل، بدأ المنسوب بالزيرو. طيب المنسوب اللي بعد كده اهو بيعمل بقى بشكل اوتوماتيك خالص، يعني اللي هو كان على بعد 4 وهنا كده 7 وهنا كده كام 10، تمام. يبقى انا كده عملت ايه، اضغط بس انتر وسكيب من الكيبورد عشان الغي الامر. يبقى الامر ده البي جي مختص ان هو بيعمل المناسيب بتاع الواجهات او اي قطاعات بطريقه سريعه جدا. طيب في حاجه، المنسوب هنا متقرب لاقرب 3 ارقام، لو احنا عايزين نعمل المنسوب رقمين يعني رقم ومتقرب لاقرب رقمين بنعمله ازاي؟ تاني اختصار الامر قلنا ايه، بي جي، وبنقوم جايين ضاغطين اي حرف الاي من الكيبورد ونعمل ايه 2، عايزين نقرب لاقرب رقمين، انتر، تمام. ايه اللي حصل هنا، الفرق ما بين ده وده ان هو هنا قرب لاقرب رقمين وهنا كان اقرب 3، وهيكمل على نفس الموضوع. طيب لو في فرضا الامر ده انا عايزه ابدا برقم معين، يعني انا عايزه ابدا المنسوب مش من الزيرو، عايزه اقول مثلا ان المنسوب هبداه معايا من الاربعه او من الخمسه، يعني مثلا هنا كده همسح ده، اعمل بي جي، تمام. هعمل بعد كده عشان ابدا منسوب برقم معين، انا يعني احنا لما نكون عايزين نبدا منسوب برقم احنا عايزينه بنضغط في حرف الفي من الكيبورد، تمام، ونكتب الرقم. انا عايزه ابدا مثلا المنسوب ب4، اعمل انتر، تمام، ونعمل ايه، هنكمل اهو، بدأ ب4 بعد كده هيبقى ب8، هيكمل بقى عادي اوتوماتيك لوحده ببدء من منسوب 4، انتر وسكيب من الكيبورد عشان نخرج من الامر، تمام. يبقى احنا كده فهمنا ايه، لو احنا عايزين نعمل مناسيب بطريقه سريعه جدا، ولو عايزين نبداها من الزيرو او نبداها برقم معين، عرفنا الطريقه. طيب الامر بعد كده مختص بايه، الديزاين ده احنا لو جينا كملنا كده في بقيه القايمه دي كنا واقفين ان احنا هنكمل فيه امر البي جي اللي هو الاكس بي جي اللي هو ايه، الكونتور اليفيجن. الامر ده الامر ده مختص بايه، ان هو بيجيب المناسيب في اتجاه الزد، تمام. احنا الامر اللي قبل كده كان شغال في المناسيب في اتجاه الواي، اللي هو نجيب عندنا واجهه وعايزين نجيب المناسيب بتاعها، لكن لو عايزين نجيب المنسوب في اتجاه الزد، مثلا انا رسمه، خلينا الاول نبدا كده ان احنا نرسم لاين، تمام، وعندنا اهو بي ار انتر. لو جينا وقفنا على الخط كده اهو بي ار انتر، ونزلنا تحت هنلاقي الاند اوف زد والستارت اوف زد بزيرو، يعني ان المنسوب بتاع الزد بزيرو. طيب لو الزد مثلا منسوبها، طبعا احنا الامر ده مش هنستخدمه لان احنا دايما شغلنا في ال2 دي مش ال3 دي، تمام، والمنسوب هنا ب1000، تمام. وقمنا جايبين اختصار الامر اكس بي جي، وعملنا سيلكت على الخط كده انتر. ايه اللي حصل كده، جاب المنسوب بتاع الخط ده في اتجاه الزد ب1000. يبقى الامر ده مش مهم قوي لان احنا دايما بنشتغل في ال2 دي، فالمهم بالنسبه لنا ان احنا نكون عارفين البي جي كويس، اللي هو الامر البي جي اللي هو الامر اللي قبله يعني. طيب الامر اللي بعد كده اللي هو السكشن بلين سيمبل. الامر ده بيشتغل معانا لما احنا نكون عايزين ناخد خط قطع في البلان، تمام. لو ضغطنا عليه كده بيقول ان احنا نختار الفيرست بوينت، مثلا هناخد خط قطع ده الفيرست بوينت، سكند بوينت نفضل ماشيين، تمام، انتر. فهو كده ايه، خد خط القطع في البلان ده اللي هو زي حاجه معينه، يعني لو احنا عايزين نعمل تفاصيل في الرسم المعماري اللي عندنا يعني. طيب الامر اللي بعد كده سيكشن سيمبل، نفس الامر اللي قبله بس مش بيعمل خطين كده في اتجاه واي، لا هو بيعمل على طول السيمبل، يعني مثلا اهو الخط الامر الاولاني التاني ويقول ان انا اختار اتجاه الكتابه، تمام، ده سيكشن سيمبل بياخد خط قطع كده في اتجاه اكس بس مش بيعمل رجول في اتجاه واي. الامر اللي بعده احنا بنعمل ايه، لو سلوب سيمبل. السلوب سيمبل ده بيجيب ايه،
لو ضغطنا عليه كده، لو احنا عاملين خط عايزين نعمل انديكيشن ان في ميل في الميل وعايزين نجيب النسبة بتاعه، فاحنا بنختار الخط الاولاني. تمام، مثلا ده الميل التاني، ده الطول بتاع الخط، احنا عايزين مثلا السيمبل يبقى طوله متر، ماشي، والارتفاع بتاع الاسلوب متر. فايه اللي حصل؟ هو هنا رسم سيمبل كده اللي هو بيقول ان اتجاه السهم ان في ميل هنا، مثلا لو احنا بنعمل رمب فبيبقى مايل بميل معين، هنا بيقول ان الطول ده متر والميل نسبته 100%، لان انا عامله الارتفاع واحد والخط طوله واحد، فهنا كده عمل الاسلوب كام؟ 100%. تمام. الامر اللي بعد كده مختص بايه؟ الديسكونكشن لاين. الديسكونكشن لاين اللي هو لو احنا بناخد خط قطع في اي حاجه، فده بيعمل السيمبل بتاعه. مثلا لو شغلنا F8 اهو، فهو ايه، اول بشاور على اول خط، تاني خط فهو بيرسم خط القطع على طول. الامر اللي بعد كده البايب كاتنج سيمبل. لو احنا عاملين كده مثلا اسطوانه وعايزين نعمل خط قطع فيها، الاسطوانه تمام، بيقول ان اختار الخط الاولاني لاين التاني. اللي حصل عمل اللي هو خط القطع بتاع الانديكيشن بتاع الاسطوانه. طيب الامر اللي بعد كده بيعمل ايه؟ السيمتري اكسس. ده بيعمل، ده برضو مش مهم قوي يعني، اللي هو بيعمل اكسس بس فيه سيمتريه. فانا مثلا انا اخترت اول لاين وشدت تاني لاين، اللي حصل هتلاقيه عامل هنا ربع وربع، وعامل في النص اللاين. الامر ده بالنسبه لي مش مهم قوي، او بالنسبه لكم برضو مش هيبقى، اعتقد مش هيبقى مهم، لان في اوامر رسم الاكسس والدايمنشن بتاعها بطريقه سريعه، فهيبقى اسرع يعني لو احنا استخدمناه. طيب الامر اللي بعد كده السنترال لاين، ده بيعمل ايه؟ ده بيرسم الخط السنتر لاين. لو انا عايزه اخد سنتر لاين في اي حاجه، برضو انديكيشن للرمز ده، يعني لو احنا بنعمل تفاصيل في البلان المعماري. تمام، وانتر يعني ضغطت على اول نقطه، تاني نقطه هيلاقي ايه بعد كده كتب لي على الخط ان هو سنتر لاين. طيب الامر اللي بعد كده بيعمل ايه؟ واير سراوندد. تمام، ده بيعمل ايه؟ ده مختص لو انا رسمه مثلا ارك، لو انا جبت رسمه ارك من الكاد عادي، مشغله F8 ورحت للامر ده كده، احنا شغالين في الاركتكتشر، تمام، واير سراوندد، وضغطت على الارك. ايه اللي حصل؟ طلع ارك من الارك، يعني هو بيعمل ارك تاني متصل بالارك الاولاني. برضو ده لو انا بشتغل مثلا بعمل بلكونه تراس، عايزه اعمل البلكونه على هيئه ارك، يعني رسمه كذا ارك، فالامر ده هيبقى مفيد معانا يعني. طيب الامر اللي بعد كده ريز سراوندد. ده بقى الامر اللي بعده اللي هو مرتبط بالبي، اللي هو مثلا لو انا عايزه امسح بقى الارك اللي انا رسمته ده، فبضغط على الارك كده هيرجع لي الارك ايه بالطريقه الاولانيه. طيب الامر اللي بعده بيشتغل ازاي؟ البنت رول دي بقى بنستخدمها في لو انا عايزه ارسم انديكيشن مثلا للمداخل. لو انا برسم مدخل وعايزه اقول ان ده اتجاه الانترانس، مثلا مخرج الطوارئ من هنا كده، فانا الاوامر دي بتعمل كده. اول امر اللي هو البنت، اللي هو الاسهم المايله، وبعد كده الاسهم العدله، يعني البنت اهو. تمام، لو انا ضغطت اول نقطه تاني نقطه ده كده لو انا عايزه ارسم ايه، اتجاه الاسهم في حاجه معينه. والامر اللي بعده الانترانس، لو انا مثلا بقول ده اتجاه الهروب، انا مشغله F8 اهو. تمام، ده السيمبل، بشتغل باي في اي بستخدمه في اي اتجاه عادي، يعني انا مثلا هكرر الامر تاني كده، فانا رسمه كده. تمام، هكرر الامر كده، ده بيستخدمه لو احنا عايزين نرسم اتجاهات المدخل، اتجاهات الهروب كده يعني. شكرا.